لا يا ماما، لا يا بابا، مرات اخويا عندها حق. هو احنا بعد ما قعدت في كل دوت وبقيت بمنظري دوت اروح البلد تاني؟ على الاقل يا محمد بيع نص الارض وبعد كده نشتري بيها شقه قريب، حتى لو شقه صغيره. هي بتتكلم في الصح يا محمد بصراحه. طب بعد اذنك بس انت يا استاذه ندى، هو مش المفروض من الاصول تسلمي حتى على خطيبك؟ ده انت ما رمتيش السلام مش بتاع قصدي ربنا يا اللي محمد. اتعودنا عليه واحنا في البلد. مش قصدي. ازيك؟ عامل ايه؟ ولا ازيك ايه؟ والارض اللي انت بتقولي عليها دي انا استحيل ابيع شبر واحد من انا الأرض. قلت نصها وانا قلت ولا كلها. حتى مكان صباع. لا جدع. وانا مش هروح البلد تاني. يبقى انت اللي خسرتي مش هو اللي حاج. خسر. يا حاج خسرت ليه يا عمي؟ اهدى يا حاج، اهدى اهدى يا ندى، قلنا انت صغيره ومش فاهمه حاجه. يبقى انا كان عندي حق بقى. انتوا كده متفقين، بس مرات ابنك بان عليها وبنتك بان عليها برضه. يبقى كل اللي انتوا قاعدين تقولوا له ان انتوا الارض والكلام ده كله عشان انا يعني ما شرفش ولا كده ان انا جاي من البلد. لا يا ابني انت تشرف. بس انا برضه عايز اقول لك حاجه يا عم عماد، البلد دي اللي انت اتولدت فيها وتربيت فيها وانت كان عزوتك كتير هناك وبحت ارض. ما تزعلش مني في الكلمه، انا استغربت. تعرف وانا ماشي كده الناس كانت بتهزقني، يا جماعه انتوا بتعملوا ليه كده معايا؟ ده انت نسيبك باع ارض وباع البيت، الارض اللي كان بيشرف بيها قدام كل حد ومن اعيان البلد، والارض اللي كان عندك كان ارض كبيره مش صغيره. ده تكفي انا زعلان منك. قولوا لي ليه؟ ليه؟ قولوا لي ليه يا حمادي؟ ليه يا محمد؟ الناس اللي كان شغاله في ارضكم شغاله عند ناس تانية، وبيقول الناس اللي احنا كنا شغالين عندهم دول ما يتعوضوش، وكان بيرضونا من جميع كل حاجه. كفايه يا محمد، بتقطعوا برزقهم ليه؟ كفايه كفايه، ما توجعش قلبنا اكتر من كده. الحاج مشي ورا ابنه وما كانش عايز يزعله. مش ايه؟ مشي ورا ابنه. على العموم انا برضو هفضل على رأيي، انا مش هرجع تاني البلد. مفيش مشاكل. نفترض فعلا ان انت مش عايزه تنزلي البلد، ودلوقتي ما شاء الله الحاج كان ارضه كبيره هناك مش صغيره وباح ومالوش مرسى هناك، وعايز حتى تغير جو ولا تنزل، هقول لك بلاش كده، هتنزل لاصحابك اللي اتربيت معاهم وتربوا معاك. ماشي، انت سايب الشقة بتاعتك هناك، لكن احنا هنبيع نص الارض، لكن لينا حاجات هناك في البلد. طب انت ليكي حاجات في البلد ده، ما تزعليش مني في الكلمه، يرس على نسيبه يبقى ملوش مكان هناك. اشبعوا يا جماعه. على فكره خليه عيشوا في الفيلا، عيشوا في الاصول براحتكم. وانا يا عم عماد ما تزعلش مني، بنتك ما تلزمنيش. ليه بس يا محمد؟ هقول لك ليه يا عم عماد. طالما لفظت بكلمتها وقالت لا انت تبيع الارض يا محمد، اقعدي يا بت انت. وطالما يا محمد حماكي قاعد اهو. حماكي قاعد، اقعدي. ليه؟ من حقها دي حتى بتضحك علينا واحنا بنتكلم. يا ندى انت عارفه يا حماد من حقها تعمل اكتر من كده. يا عمي قال لك بنتك ما تلزمنيش، ده تطرده بره. انت مالك؟ انت دي بنتي. ندى. ايه اللي يدخلك في الموضوع زي كده؟ يعني انا اللي طلعت غلطانه لا، عشان هو عشان بحامل انا زي بنتكم؟ اختها بس، فهي منفعله يا بعد بابا. إذنك يا معلش. ندى. خلاص انت ما تتكلميش خالص. بعد اذنكم يا جماعه، انا ليا دهب وعايزه. انا لا العيشه دي تلزمني ولا مننا ان انا افرط في ارض وابيع ارض. قوم انتوا الاتنين كده اطلعوا فوق وهنتكلم مع محمد شويه. قوم. لا يطلعوا فوق ليه؟ استنى يا محمد، اهدى كل الكلام على المكشوف، يا حاج. كل الكلام استنى بس على يا محمد يا ابني. ده انتوا تتصلوا باحمد تشوفوه فين ويجي. معلش يلا قول انت وهي. قوم. حاضر يا عم. ماشي يا بابا. انا غلطانه اصلا. محمد، يا حماتي انت عارف يا حبيبي ان خطيبتك صغيره ولسه مش فاهمه في الارض والاصول والحاجات دي. لما تتجوز كده وتتودك على المكان يا حبيبي، بعدين ايه الدنيا هنا غرياها، بتغريها يا حبيبي، صح يا حاج؟ يا محمد يا ابني معلش، اصل هي مش فاهمه حاجه. هي عينها زغللت بالفيلا والبسين والكلام ده كله. ايه؟ اسمعني بس، هي بنت صغيره ما تعرفش اصول الحياه. انا غلطت لما بعت ارضي ومشيت ورا ابني، بس انا قلت مش عايز ازعله. انت يا راخر اوعى تغلط نفس الغلطه دي، وبنتي ان شاء الله مش هخليها تغلط نفس الغلطه اللي انا غلطتها. ده عايز اللي هو يشيرني على جوزك بسرعه قبل ما يبيع. ارن على جوزي ايه بس؟ انتي
انا برايي يعني ان انت خلاص تروحي تقعدي كده وتحايلي وتقولي له انا عايشه معاك في اي سيب مكان. المنظر هنا بعد كل دوت، ده انا غيرت نفسي. رني عليه خليه يجي. يا بنتي اسمعي، هو على محمد احنا مفيش فلوس في البيت ومفيش اكل ومفيش شرب، هناكل ونشرب منين؟ انت روحي بس حايلي محمد كده ومشي الامور معاه، وتعالي على الوقت وقولي له هعيش معاك في اي مكان وراضي. احنا الصراحه غلطنا وطلعنا فيها زياده عن اللزوم. يلا 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 دلوقتي، وبعدين يبقى يحلها ربنا. يلا عسل. هو يشعر. يا ابني معلش معلش يا ابني. ماما خلاص يا بابا، انا عرفت غلطي وجايه اعتذر. الحمد لله. خلاص بقى يا محمد، اهي جايه تعتذر منك وتراضيك اهي. خلاص ماشي، بعد اذنك ساعه ما الرجاله تتكلم سيبوهم يكملوا كلامهم، ما تنطيش في الكلام كده. طيب عامه انت كده ان شاء الله هتعيش معايا في البلد؟ هنعيش هنا بس مش هتبيع الارض. ازاي يعني؟ بعد اذنك يا حماد، وانت بيها هنعيش هنا في الفيلا في الدور التاني. إيه؟ ما ببيعش، انا اصلا ما ببيعش ارض. انت فكرة تباع الارض ده؟ لا استحاله. لكن انا برضو هنتجوز ونعيش هنا في الدور التاني يا عم عماد، ما فيهاش حاجه. وانا والموضوع ده انا جاي على نفسي فيه، ما تزعلش مني ان انا عايش عند نسيبي، لان انا مش كده. بس لما اعيش عند نسيبي ومعايا ارضي احسن ما ابيع الارض والبيت وامشي من بلدي. طب وتيجي على نفسك ليه يا حبيبي؟ تيجي على نفسك ليه؟ ما ينفعش. ما هو عشان بنتكم يا جماعه. يا- انا كده بعمل كده براضي بنتكم، انا مش عليا. انا عن نفسي يا بنتي ساعه ما يبقى في شغل في الارض انا ما اقدرش اسيب بلدي ولا مكان، انا هروح برضه الارض. يا ابني ما يغركش شويه المظاهر دول، ده مظاهر كدابه ملهاش لازمه. اسمع الكلام، انت مش قادر تفهم ليه بس؟ انا فاهم، ما انا ما فاهم ايه، انا مش عارف المظاهر الكدابه ولا البنت محمد. ولا الناس اللي كدابه، انا مش فاهم لكم حاجه. محمد، يا جماعه ما انتوا ينفعش بتتغيروا تمشي. كل ساعه. ما ينفعش تعيش هنا. بس انا اصلا بعمل كده عشان اشوفكم هتقولوا ايه. انا مش بتاع فيلا ولا الكلام الفاضي ده. يعني ايه؟ يعني انا عايز ذهب. هاتوا الذهب يلا خليني امشي. هاتوا الذهب يلا. يلا هاتوا الذهب خليني امشي. ما تهدى يا محمد شويه، البنت بتحبك وعايزاك. يا ست حب يغور الحب من ناحيتكم انا خالص. جيت اتاسفت لك يا محمد وقلت لك خلاص ما فيش مشكله. لا ده انا احسب ان انت جايه تقولي خلاص يا محمد وانت هيبقى جوزي وعايش معاك في وسط النار، مكان ما تروح هاجي معاك. احسب بتقولي لا يا محمد. سمعتي كلام مرات اخوكي؟ سمعتي كلام مرات يا جماعه دي امور عائليه حلوها بقى مع بعض. انا عايز ذهب دلوقتي خليني بقى امشي. اخوها هي اللي وحشه. ما عشان احنا قلنا اسكتي، قلنا الرجاله بتتكلم. عم عماد بعد اذنك انا ما شفتش منك حاجه وحشه. هات ذهبي خليني امشي. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. خلاص يا محمد بقى كبر دماغك وخلاص. أيوة، خلاص أنا ايه هفكر. يعني، هتعيشي معاه في البلد ولا هتقعدي هنا؟ اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه يا عم عماد بعد اذنك. قول يا ابني. بنتك لو وافقت ان هي تمشي معايا وتعيش في البلد بعد الجواز انا مش هوافق. ما انت كده مش هيبقى ليك دهب يا محمد. ليه؟ كده انت اللي بتسيب بقى كده انت اللي وبتتلكك. بتسيب يا ابني. انا ما بسيبش. ما هي لو قالت انا عايش معاك هو كل شويه هي تقول وتغير رايها، تقول وتغير رايها وتقول انا اللي سبت. انا ما سبتش يا عم. انا موافق يا عم نقعد في قعده ونقول الناس دي عايزه تبيعني ارض وبيت من البلد واعيش في المكان اللي هم عايشين فيه، ولا عايش في زي ما هعيش. ورجعنا قلنا خلاص. لا اما كده، لا انت قلتي خلاص، قلت خلاص، لكن الكلام ده ما ينفعش. قلت خلاص ان انت برضو مش هتيجي معايا تعيشي في البلد. هو فين احمد ابنك؟ انا مش عارف. اتصلي على جوزك. حاضر حاضر. الو ايوه يا احمد، اتاخرت ليه؟ يا حبيبتي، من على ما بعت الغويشه بتاع اختي، وطبعا بقى ايه بعتها ورحت جبت بقى الشوكولاتات وجبت الفاكهه اللي هناخدها فوق من ورا امي وابوي عشان ما يشوفوهاش. طيب واعملي حسابك بقى تقابلين على الباب عشان خاطر تاخدي انت الحاجه تطلعيها على فوق على طول كده في المدار عشان ما حدش يشوفها ندى. طب يا احمد تعالى بس ما تتاخرش دلوقتي، مش وقته الكلام ده. وعلى فكره انا هقول لهم ان الغويشه جت رخيصه واخد الباقي نخليه معانا مصاريف، يعني احنا كده كده مصاريفنا كتير وترفيه وكده. يا أحمد. نعمل حسابنا. مش وقته يا احمد، تعالى بس بسرعه. طيب ماشي، انت نفسك انت في اي حاجه اجيبها لك من وراها ونخبيها ونطلعها على فوق؟ لا بس تعالى بالسلامه. ماشي يلا سلام سلام. احمد جاي في الطريق.
ايوه انا سمعت كل حاجه. يا ريتك ما رنيت. جاي في الطريق وبقى الذهب بتاعي، الشبكه بتاعتك اللي مكبره وتقولي لا انا معيش في البلد. دي مش بتاعتك يا اخويا. لا مش قالت دي الغويشه بتاع اختي. ايوه كانت ماما جايبها لي. ماما ايه؟ ماما ايه؟ بقى انتوا قاعدين هنا ومش لاقيين تاكلوا؟ مش لاقيين اللقمه يا حاج وفاء؟ مش لاقي اللقمه يا حاج عماد بعد ما كان خرج على كل الناس في البلد؟ عندك حق يا ابني. حرام عليكم. لا وبتبيعوا كمان الدهب وتقولي اللي مش عايش معاكم في البلد. ايه؟ افهم الموضوع بس الاول. لا وكمان جوزك يقول لك انا هجيب لك الشوكولاته وانت استناني على الباب. يعني انتوا قله الدم اللي فيكم. انتوا كده مش زعلتوني انا وبس. ده انت يا عم عماد شفت ابنك هتقف له على الباب. سمعت خلاص يا ايه؟ محمد كفايه فضايح. ولا فضايح ولا حاجه. انتوا دلوقتي زي ما المثل ما بيقول عندنا في البلد تقبوا وتختصوا تجيبوا الايه؟ الدهب بتاعك. لو على الدهب هنجيب لك حق. خلاص بقى. انا قاعد اهو. اتنططي يا اختي اتنططي. بص يا محمد يا ابني، انت عندك حق وليك حق وهتاخده. منين يا حاج؟ امتى بقى الكلام ده؟ انا همشي من هنا معايا دهبي. انا همشي من هنا معايا دهبي وكفايه لحد كده، كفايه الاهانه. بتتنططي عليا يا مرات استاذ احمد وتقول لا ما تعيش في البلد وانتوا بتاكلوا شوكولاته على حساب انت وجوزك. خلاص يا محمد وفاء انهي الحوار. احنا هنبيع الفيلا دي. لا يا بابا انت بتقول ايه؟ ازاي يعني؟ نبيع ايه يا عمي؟ على فكره ايوه هبيع الفيلا دي. مش هينفع، احنا تعبنا فيها. انت مين اللي تعب فيها؟ انت الارض تعبت فيها وبفلوس الارض احمد جاب دوت وتعب في اللف فيها. بفلوسي انا. معلش. مش بفلوس احمد. احمد ما عملش حاجه. احمد ما قل عليه. ده خرب الحل البيوت. الوحيد. فعلا يا حاج ماما انت عندك اصبري. حق. نرجع ارضنا وبيتنا تاني. ارضكم موافقة. ثواني بس، ثواني يا عم عماد. ارضكم ايه؟ تعرف الارض اللي انت بعتها برخص الثمن، برخص التراب زي ما بيقولوا. ما شاء الله كان عندك ارض كبيره وواسعه، نصها جه في كردون المباني. عارف الايراد بقى بكام؟ وارضك كلها كان على الطريق. الارض كان على الطريق يا حاج وفاء. يلا رزق اللي خدها، كل واحد له رزق هياخده وكل واحد بقى هيشوف حاله. احنا اتكلنا على ابنك يا وفاء، اتكلنا على ابنك وسمعنا كلامه في كل حاجه. ابنك ضيعنا يا حاج. مفيش كلمه قالها طلع الصح. ابنك ضيعنا يا حاج عماد. بيع الارض يابا، بعت الارض. لا تعالى بقى نبيع الغويشه. بعنا الغويشه وكل حاجه بانت واحنا بينا على حقيقتنا. بقى انا اللي كان كلمتي زي السيف دلوقتي اطلع كذاب؟ اطلع اكل حقوق الناس؟ ما احنا كلنا حق الراجل ده. اظن بقى كده جبت كل الحاجات اللي طلبوها. والشنطه دي الشنطه بتاع ندى اللي هتطلعها لنا فوق، اللي فيها شوكولاتات وحاجات حلوه. اسيبها لها هنا وهي تطلع تاخدها. بس لا، ممكن قطه ولا اي حاجه تروح لها. انا هعلقها لها هنا عشان خاطر ايه؟ ابقى مطمن عليها احسن. ده الحاجه غاليه. اخش بقى اقول لهم ان انا بعت الغويش. بسم الله. يا ساتر يا جماعه. احمد جه. يا ندى تعالي خد الحاجات دي عشان توديها المطبخ. شنطة الشوكولاتات والحاجات الحلوة معلقها بره في الباب، روح خديها طلعها من وراها. مش وقته يا احمد. شايل حاجة ايه؟ يلا. هات. منور يا ابو نسب. ده انا رحت بقى جبت لك الحاجات الحلوة اللي بتحبها كلها، فراخ مشوية وفاكهة بقى وفينو بالسمسم كمان. والله الحاجات اللي انت بتقول عليها دي ما تلزمنيش، لان انا مش واخد على الحاجات دي. انت عارف ان انا باكل فينو في البلد. ما هو عادي تغيير بقى، ما انت لازم تتأقلم على الجو اللي هنا بقى. لازم كده يبقى أتأقلم. مستواك يعني حاجة كده، حاجة شيك كده وكلاس يعني. طب ما جبتلناش الشنطه اللي انت معلقها على الباب بره ليه؟ شنطه الشوكولاته. شوكولاتة ايه؟ ايوه اللي ندى مراتك هتاخدها عشان الجماعه دول ما ياكلوش منها. يشوفوهاش. اللي كتر خيرك يا احمد. كتر دي خيرك اخرتها يا ابني. وعلى العموم احنا سمعنا كل حاجه. سمعتوا ايه؟ ومحمد سمع كل مراتك كانت فاتحة حاجه. البتاع اللي بيفتحوه ده في التليفون. السبيكر؟ ايوه. والغويشه اللي انت بعتها بتاعت اختك، وانت خليت فلوس كده لنفسكم عشان مصاريفكم انتوا كتير وكل حاجه. بس على العموم ما تفرقش الكلام ده. اهم حاجه دلوقتي انت كده يعتبر راجل البيت، صح؟
واحنا ماشيين وراك في كل حاجه. محمد هيسيب اختك وعايز دهبه ومن حقه. طب ليه بس كده يا محمد؟ احنا زعلناك في ايه؟ بص يا احمد، اختك بتقول لي انت تبيع الارض ونشتري هنا والكلام ده كله. طب ايه جوه المشكلة؟ هنا لا، المشكله دي تحلها انتوا بينكم وبين بعض، لكن انا مشكلتي عشان ابيع ارض دي مشكله بالنسبه لي. ليه يا عم انت هتيجي هنا في الجو؟ شوف الجو جميل وتشتري لك حته فيلا صغيره كده. الجو ده ما يناسبنيش. عشان ياكل من حيطانها. طب ما انا جيت بعد كده قلت له خلاص ما فيش مشكله وما نبيعش الارض. ما نبيعش الارض، عايزه تقعدني بتقول لي انت هتقعد هنا. طب برضه قلت ماشي، لكن انا ما ينفعش. انا ما اسيبش ارضي، ما اسيبش بلدي اللي انا اتربيت فيها، ما اسيبش مكاني. يا محمد الدنيا اتطورت، وبعدين هتيجي هنا هتعيش هنا، هتحب الدنيا وتحب يا الجو، راجل. هتبقى على وش الدنيا بدل الفقر والقحط. ومحمد مش هيبيع ارضه. ثواني بعد اذنك يا حاج، انا ولا عايش في فقر ولا في قحط زي ما انت ما هو بتقول، مش قصده دوت يا محمد. ولا رحت بعت الغوشه بتاع اختي عشان اجيب شوكولاتات لمراتي. في يا محمد، انت من ساعه ما جيت وانت نافش ريشك علينا. حقه. حقه في يا عمي؟ ده بيسيب بنتك بقول لك. طب وايه يعني؟ هو عنده حق. معلش يا عم عماد. لا يا بابا ما عندوش حق، انا قلت له خلاص مش مشكله ووقفت معاه كمان في اللي هو قاله. ويا سيدي هتيجي تعيش معك هناك ومشي الدنيا، يعني الناس عايزه تفرح. احمد، ابوك قال ان احنا لازم نبيع الفيلا دي، ومراتك مش موافقه ولا ايه يا مرات؟ ايوه ولا انا يا ماما برضو موافقه، ما ينفعش. اهو يا جماعه ما ينفعش فيلا تقل نبيعها، احنا ما صدقنا بقى نعيش عيشه كويسه. خلاص ماشي، ما تبيعهاش يا ابني. اديني بس فلوس اشتري حته بيت صغير حتى لو عشه اشتريها واقعد هناك، بس اهم حاجه قبل كل حاجه ادي للراجل دي ذهبه اللي انت بعته. ما هو ما هجيب منين دلوقتي يا حاجه؟ ما انت عارف خلاص ادينا فرصه طيب، وبعد كده احمد يتصرف لك في الفلوس بتاعه الغويشه. يتصرف له سنه كده ولا حاجه، سنه وهديك حق. سنه تتصرفوا له ايه يا جماعه؟ يا جماعه حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده. حرام عليك لما ضيعت ابوك وضيعت امك. حرام ده ما يرضيش ربنا. الراجل ده كان فيه ناس شغاله عنده في ارض وبيرزقوا وياكلوا عيش. قلت الكلام ده، انت عايز ايه دلوقتي طيب؟ خلاص محلوله. انت تيجي يا استاذ احمد يا بتاع الشوكولاتات حاجه في مش فاهم. تشتغل عندي في الارض طالما انت بتقول انا راجل فقر وقحط. ايه؟ نعم، انا جوزي ملهوش في الفلاحه وملهوش في الاراضي، ما يعرفش اصلا. عمي وماشي، عمي اوكي خلاص يا عمي، انت كده كده ليك في الفلاحه والزراعه وكل الحاجات ديت، خلاص روح اشتغل عنده. بعد ما كان عندي ارض وبشغل الناس في ارضي اروح اشتغل انا عند الناس؟ وبعد العمر ده كله انا يا بنتي ما اقدرش. يا حاج انا مش قادره استحمل الكلام ده، مش قادره. روح انت يا وفاء. يعني احمد هو- اللي يقدر يا عمي، على الاقل انت فاهم في الشغلانه ديت. احمد مش هيعرف. هو محمد هيصبر علينا صح؟ لا احنا نبيع الفيلا دي. يا حاج طب هنبيعها ونروح فيلا؟ طبعا مش هنبيعها. وانا لو عشان- بعته الفيلا انا مش قاعده فيها، وانا هتطلق. وانا مش هخرب بيتي يا حاج عشان خاطر اي حد. انت خربت بيتنا يا ابني، يا ابني حرام عليك. ما انتوا عايشين هنا اهو قاعدين. فين العيشه دي؟ عيشه كلها كذب في كذب، ما عندناش اصلا نضيف الراجل ولا اصلا نوكل نفسينا. عايشين وقاعدين ازاي يا جدع؟ انت ما بتفهمش ولا دماغك راحت فين؟ ده انتوا بياعين الدهب شبكة اختك وبتصرفوا منها وتقول عايشين. ايه العيشه اللي تقرف؟ هي ما كانتش شبكه، هو كان خاتم يتيم والغويشه، وقلنا هنجيب الغويشه كمان سنه. طب بص يا حتى محمد، الخاتم اليتيم انتوا بتدي فرصه لنفسكم سنه عشان تجيبوه. انت مش فاهم حاجه. يا ده محمد أنا يا ابني. كويس ان الموضوع ده حصل عشان ما تجيليش بيه. طب بص يا ابني، هتبيعيني ارضي؟ يا ابني خلاص الكلام. بقول لك يا عم عماد، طب اسمعني. راجل محترم وراجل كويس وعلى دماغي من فوق، معلش، بس انا ليا حق وهاخده. ما انا بكلمك واروح في كده. البلد واحكي لاهل البلد كلها على اللي انتوا بتعملوه ده. طب وليه يا ابني؟ اسمعني، انت محتاج حد يشتغل بالسنه دي، وانا ما بحبش اكل حقوق حد حتى لو كان هيبقى اخر يوم في عمري. انا اللي هاجي اشتغل عندك. ايوه هاجي اشتغل عندك لحد ما اسد الدين، لان انت ساعه ما جيت اتفقت معايا على بنتي ما كانش حد واقف ولا هو واقف، انا اللي كنت مصدر في كل حاجه، يبقى انا لازم ارجع لك حقك. خلاص يا عم عماد انا موافق. طب محمد وهتحكي تشتغل. لحد في البلد وهتقول لحد حاجه؟ لا انا اللي هحكم. هم هيشوفوه وهو شغال عندي، بس انت ما تعرفش قيمه الارض وما تعرفش اللي ابوك عمله. ما خلاص يا محمد، انت تقعد تقطم فينا؟ روح يا عمي ربنا يسهل لك.
يلا يا ابني. ربنا يسهل لي، بعد ما ياكلوا شوكولاته على حسابي يقولوا ربنا يسهل لي. يا حاج ما يا تزعلش يا حاج احمد، مراتك دي ما عندهاش دم. خلاص يا محمد، في انت هتغلط فينا في بيتنا؟ لا، ما انا اللي بوكلكم دلوقتي على حسابي، يلا. يبقى انا اللي اتشرط عليه. وبيه قال هيشتغل بالفلوس. يا حاج طب اسمعني، اهدى بس واحنا ممكن نتصرف له في الفلوس شهر ولا 2 ولا 3 ونديها له، بس اقعدوا معايا. نتصرف؟ انت ما تعرفش في الاصول اصلا. انت لو كنت تعرف في الاصول ما كنتش عملت اللي انت عملته ده. بابا ما كنت- محمد هيتصرف بسرعه وانت هتيجي، يعني مش هيقعدك كتير هناك تشتغل عنده. بالبساطه دي؟ وانتوا فاكرين بالبساطه دي ان انا اصلا انزل البلد كده حتى لو مش هشتغل عنده وانا ماليش مكان اروح له؟ طب انا مش عارف دلوقتي هبات فين. اكيد بقى خليه بقى يعمل لي حته عيشه في الارض وبات فيها، ما انا ما اقدرش اروح ابات في بيته. لا يابا، انت مش هتمشي لوحدك، انا هاجي معاك. ايوه هبيع الفيلا دي واجي معاك. ايه احمد، الفيلا مش هتتباع يا احمد. لا هتتباع يا ندى. لا يا احمد، انا مش هرجع البلد تاني، مش هرجع اساعد امك في الغيط واساعد ابوك في البيت وابقى من بيت للغيط للبيت للغيط. ايه ده؟ لا طبعا. هنستعر من اصلنا. ندى انت الشيطان، انت السبب في كل ده. انا أيوة. انا بعد ما وصلتكم ان انتوا تسكنوا في فيلا وسيبتكم العيشه اللي انتوا كنتوا عايشينها والتراب والقرف والطينه. تقصدوا وصلتنا للعار ان احنا نسيب ارضنا وننسى اصلنا ونيجي هنا. بص يا ندى، كلمتين 2، انا لا هقبل بإهانة ولا هقبل ان ابويا يتذل. كفايه لحد كده. انا كنت مطوعك وماشي وراكي عشان اريحك وابسطك، وقلت هنعيش عيشه كويسه والدنيا هتبقى تمام. لكن واضح كده ان احنا يوم ما بعنا الارض وخلت ابويا يبيعها كنا غلطانين. عايزه تيجي معانا يا بنت الناس وهتعيشي على الحلوه والمره على عيني وعلى راسي. مش عايزه يبقى بيت ابوك اولى بيكي. يلا يا احمد، يلا يا بنتي، يلا. انا هروح اودي اهلي وهرجع اتصرف في اي مشتري يشوف الفيلا دي ويشتريها حتى لو بالخساره، واروح واحاول ارجع جزء من الارض بتاع ابويا اللي راحت منه، وهسد محمد فلوسه ونعيش عيشتنا في وسط الناس الطيبين الكويسين اللي لو في يوم تعبت كده هتلاقي مليون واحد يقف حواليك. تعال انت هنا اهو، حواليك كلهم ناس غنيه جدا ومعاهم فلوس وعربيات، بس لو تعبتي مش هتلاقي كلب حتى يبص عليك يقول لك انت فيك ايه ولا تعالى اوديك المستشفى. حقك عليا يا حاج، انا عارف ان جيت عليكم وبهدلتكم ورايا بسبب تفكيري وان انا مشيت ورا مراتي، وانا دلوقتي جاي معاك وربنا يقدرنا ونعوض كل الحاجات اللي ضاعت مننا. والحمد لله يا ابني انت رجعت للصواب وملحوقه. الحمد لله يا حاج. نرجع تاني نشتري الارض وهنشتغل وهنتاجر وربنا هيكرمنا تاني. يلا يا ابني، دي مش تبني. يلا. عندك حق. ها ندى، ناوية ترجعي معايا ولا تروحي على بيت اهلك ورايا الطلاق توصلك؟ ماشي يا احمد. خلاص يا ندى، العيشة دي والجو ده مش جونا، احنا جونا البلد والناس الطيبة اللي شبهنا، ونعيش عيشتنا ونعيش مع الناس اللي بتفهم في الأصول. يلا يا ندى، يلا، كل ده كان حلم واحنا دلوقتي فوقنا منه. يلا يا ندى.